طيب، تتمة لما ذكرنا في الجلسة السالفة وتوضيحا لبعض التساؤلات فيما يتعلق بقصر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث واضح. الحديث واضح: إن من مئنة الإمام، يعني من فقه الإمام، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إن من مئنة الإمام، من فقهه يعني قصر خطبته وطول صلاته. الخطبة أقصر من الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالأعلى وبالغاشية، يعني الصلاة فيها حوالي 10 دقائق 12 دقيقة. الخطبة يعني أقل منها. والدليل على ذلك على أن السنة في الجلوس لسماع الخطبة ما هي سنة الافتراش، يعني تجلس جلسة التشهد. ومعلوم على أن تلك الجلسة لا يستطيع الإنسان أن يطيل فيها، جلسة التشهد. نعم، فجلسة التشهد هذا خير دليل كذلك على أن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت أقصر من صلاته، ويكفينا النص، بل هذا من مئنة الإمام. وذكرنا على أن الأطروحات في الجامعات العلمية البحثية العالمية، الأطروحة الدكتوراه، وهو كتاب ربما يصل إلى 300 صفحة، قلنا أنه يشرح ويعرض في جلسة لا تتجاوز قانونا 13 دقيقة. الآن أيها الإخوة من يجلسون وتأملوا معي، الآن جلستنا جلسة المصلين وهم يسمعون الخطبة في هذا الزمان، التي في الحقيقة كما قلنا يعني في كثير من الأحيان فهي من غير طائل، إطالة من غير طائل. تجده يجلس في كل الوضعيات، يعني يجلس مفترشا، ويجلس منتصبا، ويجلس على وركه وعلى مقعدته، ويترنح يمينا وشمالا مسكينا وكأنه على سفينة قد ماج بها الموج، وهذا شيء غير طبيعي. إذن من مئنة الإمام، فالإمام الحصيف الفقيه الذي يفهم فإنه يختصر موضوع الأسبوع ومستجدات الأسبوع وما يجب العلاج في تلك المرحلة في مدة لا تتجاوز كما قلنا صلاته. فلينظر إلى صلاته، فخطبته من السنة أن تكون أقصر من صلاته. والعجب كل العجب هؤلاء الذين يدعون إلى السنة ويتركون السنة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.